صالح اخوك ما جاش العزا، وامك قلقانه عليه وانا لازم اعرف هو راح فين. صالح اخويا ما جاش العزا؟ باقية في حياتك يا زين. حياتك الباقيه يا سليم. صالح اخويا ما جاش العزا. صالح عند جلال العلايلي بيطلب منك السلام، يا اما روح صالح قصاد روح ابنه. مدام زين قال نجتمع في قصره يبقى يدينا الامان بقى. وليه ما تقولش انه عايزك معانا كلنا عشان يخلص مننا مره واحده، زي مذبحه القلعه بتاعت محمد علي. باشا انا قلبي مش مرتاح، حس الامن بيقول في حاجه غلط. خلاص يا هشام بيه، اللي تشوفه سعادتك. مفيش اخبار عن صالح؟ جاي ما تقلقيش. طب قول لي بس هو فين؟ جلال خطفه، عاوز يقيضني بيه على ابنه عشان ابنك ما بيسمعش الكلام وماشي من غير حراسه. رجع له ابنه عشان قلبي انا ما يتحرش على ابني. حاضر. فاكر يا زين اول ما اتجوزنا انا طلبت منك ايه؟ اترجيتك ما تخلينيش اعيش معاك في خوف وقلق زي ما كنت عايشه مع ابويا. فاكر انت ساعتها قلت لي ايه؟ قلت لي عمرك ما هتعمل كده عشان عيلتك اهم حاجه عندك، انا وعيالك الكتير اللي عاوزني اخلفهم لك. ساعتها وعدتني ان عمرك ما هتخلي قلبي يوجعني على عيل من عيالنا. نفذ وعدك يا زين. دلوقتي اللي عاوزه ربك هيكون. زين جمع كل تجار السلاح الكبار في القصر بتاعه، وده بعد موت متولي وشريف. يبقى اكيد في حاجه، يا اما هو عاوز يملي عليهم الشروط الجديده بتاعته، يا اما عاوز يعملها مذبحه بقى زي مذبحه القلعه بتاعت محمد علي. طب واحنا يا باشا ملناش دور في الموضوع ده؟ للاسف ما قدامناش غير ان احنا نقف ونتفرج وبس. نورتوا بيت العطارين.